سبب نزوحنا يا طويل العمر، قل حبسوني 3 أشهر ونص، فعلوا لي كمين الليل وأنا ضاوي من البيت، من العمل البيت. فقاموا سووا لي كمين في المقبرة وأنا ضاوي يعني عايد من العمل البيت في الليل. وقاموا باجي منهم 8 أشخاص أو 10 أشخاص. الأساليب والأعمال ايش أقول لك يعني مختلفة، يعني ما تصدقش ولا تتوقع بها ولا تدخل في أي يعني مثل ايش؟ مثل يعني معاملة بالأكوال، يدوا لك من هذا عذيب، يدوا علف للدجاج، يعني يدوا لنا منه ناكل، ويدوا لنا يا سيد الناس في هذا اسمه يعني الصلاة، عندما ما يفتح لي إلا يحن ما يشتيه أقوم أصلي، وبيجي وإحنا مصلين يعني إذا أنا بين ضم بيقول هذا تكبر أمام الله، لا تضمش خسرت أنا ما وهذا وأنت، وقسما بالله العظيم إنه ساحب لي من فوق السجادة وأنا بين يدي قنوت الفج. قال ليش رفعت يدي في القنوت؟ يعني رفعت يدي في القنوت يعني هذا يبطل الصلاة، ويسحبني من فوق السجادة ويزبطني يدخلني الغرفة، واسمه بيقولوا له أبو سند، اسمه علي، هو عادو وليد، هو سيد من هانك من حقه ملازم. قال يعني عندما رفعت يدي هذا يبطل الصلاة. يسبوا صحابة الرسول رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم، والله لا يشتوا لا أمريكا ولا إسرائيل ولا يشتوا ذا، والله ما غير يشتوا يحكموا. كنت أقول الدولة عندما كانت متمركزة كانت في يعني في صويح في مدينة ساقين، ومن هناك من مدينة ساقين يعني حوثه إلى الملاحظ، يعني قد تبعهم ما بش عندهم دولة. فأنا كنت أقول يعني من خرج عندهم مواطنين من هذا كنت أقول هؤلاء حوثه، وأقسم وما يعني آمنت إن عبه ناس وطنيين وشرفها وسطهم إلا عندما احتبست وسطهم. قسما بالله العظيم إنه يدها الساعة 2 منتصف الليل يسحبه ساعة الكلب من وسط البيت، ولا عليه أي قضية ولا أي عيب. يقول له ليش ما بي يعني يتهمه بقضايا ليش مد الزكاة. وكان به واحد صالح الشريف الله يذكره بالخير، يمكن قد خرج، أنا سمعت خبر إن قد خرج من عندهم، يعني إنسان شيبه سنه بايجي في حول 60 سنة، ابنه قده معول معه جهال. أنا كنت أدرس القرآن هانك من وسط المصحف نظر من الربع من هذا، وقسما بالله العظيم إن كان يرد علي هذا الشيبه، هو إنسان يعني متقي وهذا له محبوس عندهم يا خبره اتقوا الله، على ايش حبستوني، على ايش كذا، ايش عندي لكم، ايش في بطني لكم. قالوا والله موقفك غابط يا سعم، قضيتك كبيرة، اتقوا الله ايش عملت ايش سويت. قالوا بلغونا المجاهدين، على قولتهم يا سعم المجاهدين اللي في قبيلته، بلغوهم انه قالوا انه مدري وش كان يشتي، قالوا يهب في بنته، والعياذ بالله يا سعم مدري ايش يعمل في بنته، يغتصب بنته، وهو كذب. ايش قال هذا؟ ايش جواب وقال لهم؟ قال اللهم ان السجن احب الي مما يدعوني اليه، وصمت وسط السجن ولا يعني يراجعهم ولا ذا، بيقرأ القرآن ويتهجد ويدعى والسلام عليكم.